لكم على سر الازازه الصغيره السفروطه دي داوني، بتحمل كميه كبيره جدا. ما تقولوش 10، ما تقولوش 12، ما تقولوش 9، يعني بتعمل كميه كبيره جدا جدا. دي جايباها انا من جروب بيتك احلى مع هايلوكس اسكندريه. بص الجمال، انا عملت الكميه دي كلها من الازازه السفروته دي. طب يلا بينا نشوف الطريقه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في المشاهده والمتابعه عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نقول بسم الله. صباح الخير، صباح الخير على احلى متابعين. شايفين الازازه السفروته دي بتعمل بقى كميه كبيره قوي، يعني 8 ل 9 10 حسب ما انت عايزه تخفيه. ايه هو ده بقى؟ داوني. شوف قد ايه ازازه قد كده. لو انت عملتي الفطر كبير، لكن بص قد ايه، اقل من نص فطر. شوف الجمال. بتنضفي بيها، تحطيها في غسالتك للشطيف، تعملي بيه في بيتك، تنضفيه، يعني ترشيها كده بتعمل ريحة حلوة قوي. طب تعالوا نشوفوا الطريقة ازاي، وهعملها لكم وتشوفوا الطريقة. وعشان ده مشروع جميل جدا. لو جبتي الازازة دي هتعملي كمية وتبيعيها، مشروع مربح قوي قوي. انا دايما بجيب الحاجات دي من جروب على الفيسبوك اسمه بيتك احلى مع هايلوكس، وهي جميلة وهايلوكس. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. يلا بينا. انا حضرت الكروانة اللي هعمل فيها دي بتاعت غسيل يعني، وهنا ازازة مية لترين، فكل ما هحط لترين وهقول لكم بتاخد قد ايه بالظبط. بصوا انا هفتحها اهي كده. بسم الله بسم الله. يعني عايزه تحط فيها ميه. بسم الله. اشتغلي بقى مع التقليب وشوفي بقى هيطلع النتيجه شكلها ايه. بصي شكلها، ولا ايوه ريحتها جامده قوي. طب بالراحه بالراحه على الازازه. فيها لسه حاجات. مع التقليب بقى المستمر، وهنملى تاني وتالت ورابع. هي شكلها بيقول كمان كده بتكلكع، بس بعد كده بتفك. بس كده الريحة جامدة بصراحة، جميلة، هتخلي البيت ريحته حلوة جدا. عاملة تاني وارجع لكم تاني. الازازة التانية هنزلها برضو وبعد كده اقلبها ونشوف برضو مع بعض. كل مرة هقول لكم بتاخد قد ايه بالظبط. بصوا لونه جميل ازاي. ادي الازازة التانية. ثواني. بصوا يا جماعة، انا وصلته ل10 لتر، يعني اقل من 10، وبرده تخين. حلو جدا جدا، مشروع مربح قوي قوي قوي. بس انا عايز تقليب مستمر، تقليب مستمر. بس عشان انا ما قدرتش عشان كتفي وجعني، بس عملته بالهندر. بصوا يا جماعه، بصوا الحلاوه. بصوا، لا لا لا، جميل جدا بصراحه. بصوا حلوه قوي قوي قوي. هعبيه بقى في اكياس وهوريه لكم. حاجه جميله جدا وريحته جميله جدا جدا. وبعدين ما فيهوش ماده، اي ماده حاجه تحرق يعني زي البطاس والحاجات من دي. لا، معمول حاجه طبيعيه، بحاجات طبيعيه كده. جميل قوي قوي قوي. بس الكميه بعد ما عمبتها، بس هي عايزه اكتر من 10، يعني الازازه الصغيره السفروته دي بتعمل اكتر من 10، يعني ما يغركيش.
بص عملت كمية وتخين، يعني انا ما حطيتلهوش مية اللي هو يعتبر 10 الا. بس هي وانا بعبيه حطيت نص الكوباية، يعني كده 10، 10 بالظبط. بص الجمال. ايه رأيكم بقى في الحاجات دي؟ جميلة جدا ومشروع مربح الحقيقة. اللي عايز يعمل مشروع يعمل من الحاجات دي طريقة سهلة قوي. يعني هي عايزة خدمة في التقليد بس. وأتمنى يكون عجبكم الفيديو ده، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.